السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وخبر جديد عن الحج لهذه السنة. قبل ما ندخل في التفاصيل، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك لكي يصلكم كل جديد، وجزاكم الله ألف خير. المملكة العربية السعودية تعلن عن السماح للنساء بأداء فريضة الحج لهذا الموسم بدون محرم. ومن جانبه أعلن نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عبد الفتاح مشاط أنه قد تقرر عدم اشتراط وجود محرم للنساء في الحج لهذا العام. وكذلك وفقا لوسائل إعلام سعودية، فإنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم. ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره من دون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والتوصيف الشرعي للمحرم هو كل من تحرم المرأة عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجود الحج عند المرأة، إضافة إلى الزوج الذي يغني عن المحرم. وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عاما، مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود هوية وطنية للمواطنين أو هوية مقيم للمقيمين بالمملكة العربية السعودية سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة لسنة 1444 هجرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.